السلام عليكم عشاق تولك سبورت بالدارجة. اليوم كان الموعد اللي اختاره ربان أسود الأطلس وليد الركراكي للإعلان على اللائحة النهائية اللي غادي يعول عليها من أجل تحقيق لما لا تأهل على الأقل للثمن النهائي أغلى مسابقة في كرة القدم ألا وهي كأس العالم. Yacine Bono نخليكم مع وليد du الركراكي FC اللي قدم Séville en تشكيلته Espagne. بطريقته الخاصة ياسين قبل بونو ما نديرو من رياكشن نادي عليها. إشبيلية الإسباني. منير محمدي de الوحدة في العربية السعودية. منير المحمدي. عندنا رضا تقنوتي du وداد كازابلانكا. رضا تقنوتي. Donc voilà les trois gardiens sélectionnés هذه pour le mondial. قائمة حراس المرمى الثلاثة الذين وقع اختيارهم لكأس العالم. Pour les défenseurs, بالنسبة للمدافعين Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain. أشرف حكيمي لاعب نادي البي اس جي. Nosser Mazraoui, Bayern de Munich. نوسير مزراوي من نادي البايرن ميونخ الألماني. نايف أجيرد West Ham. نايف أجارد من نادي ويست هام Romain الإنجليزي. Seyss est capitaine Beşiktaş. رومان سايس من بشكتاش التركي. Achraf Dari, Stade Brestois. أشرف داري من نادي بريست جواد الفرنسي. ياميك ريال فايادوليد. جواد آل ياميق من بلد الوليد الإسباني. يحيى عطية الله وداد كازابلانكا. يحيى عطية الله من الوداد. وعندنا بدر بنون قطر اس سي في قطر. بدر بنون لاعب نادي قطر C'est les 8 défenseurs القطري. sélectionnés. هؤلاء هم المدافعون Pour les milieux de الثمانية. terrain. بالنسبة للاعبي وسط الميدان سفيان أمرابات فيورنتينا. اللاعب سفيان مرابط من نادي فيورنتينا الإيطالي. عبد الحميد صابيري سامدوريا. عبد الحميد صبيري من نادي ساندوريا. سليم أملاح ستاندار دو ليج. لاعب سليم الملاح من نادي ستاندار دو ليج. عز الدين أناحي أنجي. عز الدين وناحي من نادي أونجي الفرنسي. بلال القنوس جنك. بلال القنوس من نادي يحيى جنت جبران وداد البلجيكي. كازابلانكا. يحيى جبران من نادي الوداد. Dans les milieux sélectionnés. نذهب إلى Les قائمة المهاجمين. حكيم زياش حكيم تشيلسي. زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي. سفيان بوفال أنجي. اللاعب سفيان بوفال من نادي أونجي الفرنسي. أمين حريت أولمبيك دو مارسيل. اللاعب أمين حريت من نادي أولمبيك دو مارسيل الفرنسي. عبد الصمد زازولي عبد أوساسونا. الصمد الزنزولي من نادي أوساسونا. زكريا أبو قلال تولوز. زكريا أبو قلال من لاعب من نادي تولوز الفرنسي. إلياس شهير كوينز بارك رانجرز. إلياس شهير من كوينز بارك رينجرز يوسف الاسكتلندي. النسيري يوسف سيفي. النسيري من نادي إشبيلية. وليد شديرة وليد اس اس سي شديرة باري. من نادي باري الإيطالي. وعبد الرزاق حمد الله اتحاد عبد الرزاق جدة حمد الله من السعودية. اتحاد جدة في Donc voilà السعودية. les دابا نحلوا هاد التشكيله ونعطيو الراي ديالنا فيها بوست بار بوست. الاسماء اللي كتبان ما فيهاش نقاش والثوابت ما كاينلاش نهضروا عليهم، كيبقى غير مساله ديال التوفيق ديالهم راهينه بتوفيق الله ومجهودهم الشخصي وكذلك الحظ واش غادي يلعب معاهم في المونديال ولا لا. نبداو بحراسه المرمى ونمشيو نيشان الحارس الثالث رضا تشاكناوتي اللي خلق جدل كبير خاصه من اثار مثلا الرجاء اللي كيشوفوا حارسهم انس زنيتي احسن وكنتفق معاهم الا كان الاختيار على معايير تقنيه. اما الا كان بسبب الاصابه الاخيره ديال زنيتي فبين غيدي رضا تشاكناوتي نظرا للتجربه اللي اكتسب وتواجده الدائم مع المنتخب والالقاب اللي دام مع الوداد الرياضي. ولكن الا كان اختاروا على حساب زنيتي تقنيا حاليا فكنظن بان زنيتي احسن من رضا تشاكناوتي. واش اختيار ديال والد الركراكي نيشان ولا مدرب حراس المرمى؟ سينو الا كانت الاصابه فكنظن تشاكناوتي هو اللي خصو يمشي نظرا كما قلت للتجربه اللي راكمه مع المنتخب ومع الوداد الرياضي. الدفاع تا هو ما فيش نقاش كبير من غير النقاش من طرف الشارع المغربي على مستوى ديال عطية الله. واش الا قدر الله وتصاب مثلا اشرف حكيمي ولا نصير مزراوي غيملأ على الاقل شويه من الفراغ اللي غيخليو هاد النجمين. بالنسبه لي عطية الله كان محظوظ لانعدام المنافسه في المركز ديالو وعدم تواجد اسماء بقيمه كبيره، وهو الشيء اللي خلى والد يوظف نصير مزراوي مثلا على الرواق الايسر في المقابلتين الوديتين الاخيرتين. وكذلك سيكون الحال في المونديال في حاله ما اذا كان كل لاعبين في اتم الجاهزيه. يعني
الخيار الوحيد اللي كان عنده هو عطية الله في كارير غوش، داه داكشي علاش. كاين ناس كطالب مثلا، الى رجعنا حتى راك عارفين اكثر الاراء اللي كيهضروا هما جماهير الجيش الملكي، الرجاء الرياضي والوداد الرياضي، كل واحد كيدافع على اللاعبين ديالو. مثلا جماهير الرجاء جبدت بن شيك يلاه لعب مقابلات قليله، فعلا بين على مستوى جيد رغم انه شوي اغريسيف ديفونسيفمون، كيضرب بزاف، ولكن بين على مستوى جيد. غير هو ما كيسمحش للوالد ركراكي، كان قالها في الندوه الصحفيه ديالو، قال دير 5 6 ماتش 4 ماتش مزيانين ما كيعنيش انك غتكون في المونديال. تكون في المونديال خاصك واحد الاستمراريه وواحد الاداء اللي يكون متوازن لواحد المده طويله. ما نساوش عطيه الله دا تشامبيونز ليغ مع الوداد، دا البطوله مع الوداد، كان في نيفو عالي وكان كيدرب والد ركراكي، دونك هو اللي غيكون ارير غوش الاحتياطي النصير المزراوي وديال اشرف حكيمي ان شاء الله. التيران مزيان، ما كاينش شي مشكل كبير. كاين عدم استدعاء ديال بلهنده وفجر، امر طبيعي، راكم عارفين فجر وبلهنده تقريبا كبروا في لاج وما بقاوش كيقدموا شي اضافه اللي كبيره. وبلهنده فاش عطاتو الفرصه في المعسكر الاخير ما بينش على شيء الكثير، بالعكس دخل مستريسي وما لعبش مزيان في الماتش اللي دخل فيه. وندوب مرة أخرى على استدعاء لأول مرة لاعب شاب خنوس الممارس ببلجيكا. صراحة ما عنديش عليه معلومات كثيرة. هو نال الإعجاب ديال وليد ركراكي فاش شافو مع المنتخب الأولمبي، كان طلع شي 3 منهم خنوس، وقرر أنه يستدعيه مع المنتخب الوطني المغربي باش يدخل في الأجواء ديال هذا المونديال هذا. ما عرفش الصراحه محال واش غادي يقدر يلعب، ولكن ما تعرفوا، ما يمكنش تعرف شنو كاين في الراس ديال الوالد ركراكي وكيفاش كيفكر. الميليو تيران باين فيه اللاعبين اللي يقدروا يلعبوا هما امرابط، وناحي، املاح، حريت، صابيري، هادو هما اللعابه اللي يقدر يعول عليهم والد ركراكي. وكيتزاد عليهم خنوس وجبران، الى في حاله ما مثلا جبران الا ما كانش عنده كاسور اللي هو امرابط راه غيدخل جبران. وجبران تا هو لاعب اللي مزيان صراحه، احسن ميليو تيران كاين تقريبا في البطوله المغربيه. وبالتالي صراحه الميليو ما فيش هضره كثيره من غير بالهند وفجر اللي ما بينوش على شيء كثير باش انهم يكونوا في المونديال هذا. اتاك واللي هي فيها جوج مفاجآت، مفاجأة زوينة، مفاجأة شوية خايبة. المفاجأة الأولى هي عودة عبد الرزاق حمد الله بعد غياب طويل وفي هاد التظاهرة العالمية. هاد العودة كتذكرني بالعودة ديال كريم بنزيما المنتخب الفرنسي. نتمناو صراحة يرجع بنفس الطريقة ديال بنزيما كيفاش رجع مع فرنسا. نتمناو حتى حنا يسجل لنا أهداف، يكون حاسم في المونديال في حالة ما اعتمد عليه وليد ركراكي كأساسي. وربح كبير للمنتخب المغربي أنه يكون عنده مهاجم قناص بحال حمد الله، وبالتواجد كذلك ديال النصيري. كاين 3 المهاجمين اللي يقدر يعيط لهم، عيط على حمد الله النصيري. هنا فين غيبدا النقاش وعلامات الاستفهام الكبيره هي الغياب ديال سفيان الرحيمي اللي كيلعب كاليه وتوظف فريقه السابق الرجاء حتى كاتاكون. النجم ديال العين الاماراتي ما غيكونش في المونديال وغائب، وقرر وليد ركراكي عدم الاعتماد عليه. هنا كاين واحد علامه استفهام، علاش؟ لان لي زيلي ديال المنتخب المغربي فعلا كاين دي زيلي كبار، لعابه كبار بحال زياش، بوفال، حريت تا هو اللي كيلعب تا اليه، الزلزولي لاعب شاب، كاين بزاف الدراري. ولكن كيبقى واحد لا كيسيون مطروحه، هي ديال الجاهزيه ديال هاد اللاعبين. الوحيد اللي في هاد اللعابه كاع اللي ذكرت اللي كيلعب حاليا هو حارس مع اولمبيك مارسيليا، بوفال بليسي، زياش ما كيلعبش مع تشيلسي، ما لعبش كاع دقائق كثيره هاد العام. نجيو لواحد جوج لعابه اللي هما شديره وابو خلال. ابو خلال وشديره هما اللاعبين الوحيدين اللي في لاطاك من غير حمد الله. ومهم لعابه زعما حمد الله هذاك راه العوده ديالو كانت منتظره من شحال هادي. شديره وابو خلال هما الوحيدين اللي عندهم تنافسيه من غير رحيم. دونك في مساله ديال اختيار وليد ركراكي بحال فضل ابو خلال على رحيمي. وخا انا صراحه كنت عطاني لو شوا كنت غنختار رحيمي على حساب ابو خلال، حيت ابو خلال تعطاتو فرص كثيره، كيبان لعاب اللي فاش تكون خاسر يقدر تبقى واحد، يقدر فهمتي ما يفككش، ماشي بحال سفيان تقدر تدخلو في ربع ساعه الاخرى فاش عياو لي زاليه ديالنا بوفال، زلزولي، زياش، تقدر تا هو تدخلو تعاون به، يقدر يكرفس يشري لك صفرة، الصفرة الثانيه حمراء، يقدر يجيب بينالتي. كنعرفو سفيان الذكاء ديالو. المهم هذه اختيارات ديال الوالد كما قلت لك، اختار ما بين جوج لعابه، نتمنىو يكون موفق. وهذا هو الختام ديال هذا الرياكشن. كنظن تشكيله ناضيه الى استثنينا سفيان رحيمي اللي كنت انا كنتمناه يكون مع المنتخب الوطني المغربي. نتمنىو سفيان ما يتاثرش بهذا القرار هذا ويزيد يخدم على راسو، لان كاين اناليست ديال لي ريزيرفيست الا جاتو الفرصه في اخر لحظه راه خصو يمشي. نتمنىو عاوتاني حظ موفق للمنتخب المغربي والكتيبه وليد ركراكي في المونديال. الى هذا الفيديو نتمنى يكون عجبكم، نتمنى الرياكشن اللي درناها تكون منطقيه، سيرتو ان وليد ركراكي ما خلى لنا علاش رياجيو من غير سفيان رحيمي. لا ليست اللي كنا بغينا هي اللي جابها.
خنوس ما كنعرفوهش، جابوا لاعب جديد دونك ما غاديش نهضروا عليه، وغنخليو الاسود الاطلسي يركزوا ان شاء الله المونديال، ما ناثروش عليهم بزاف بالهضره ونحاولوا نشجعوهم ان شاء الله. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.